الملك الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال. رحب فيك سمو الامير. الفوز بثلاثيه على الغريم التقليدي النصر. الحقيقه انا ما ادري عن اخبار رائد واتفاق عشان نشوف انتم تصدرتوا يعني لسه ما تصدرتوا، فارق نقطه الان بينكم وبين الاتفاق يبدو 22 23 24. سمو الامير كيف رايت الهلال اليوم امام الجار؟ عاده تكون امور مكشوفه بالرغم انها لا تقيس كثير من الامور الفنيه. هي مباراة في نهاية الأمر دوري 3 نقاط، يعني مهم أن احنا أخذناها. مستوانا يتصاعد، مع ذلك لسنا راضين تمام الرضا عن مستوانا، ولكن يعني مباراة مهم كان ناخذ 3 نقاط. أعتقد فوز مقنع مستوى ونتيجة، ولكن لا زال أمامنا عمل كثير نعمله عشان يعني نوصل للطموح اللي احنا نبغاه. تذكر سامي الجابر بعد مباراة الأنصار قال أنها ستكون محك حقيقي للجهاز الفني، تعتقد أنها بالفعل كانت محك اليوم؟ ما اعتقد. وفي نهايه الامر سامي ترى في ناس فسرت كلام سامي، وانا سالته انت يعني انا شايف التمارين كل يوم واشوف علاقه سامي بالمدرب واشوف ايضا العمل اللي يعمله المدرب. ما اعتقد انه سامي كان قصده انه مثلا لو مثلا انهزمنا اليوم لا قدر الله المدرب حيستبعد مثلا، او لو فزنا اليوم المدرب حيصير احسن مدرب. لا هذه ولا تلك. احنا نقيم عمل يعني، وما عندنا خجل. يعني انا شايف المدرب شغله الى الان جيد، ولكن انا افترض جدا ان المدرب شغله ما يعني اتضح لنا انه عمله ما هو جيد يعني. او اي لاعب اجنبي او اي شيء، ما عندنا مشكله ان احنا نعترف باخطائنا او نقول ان احنا ما وفقنا ونستبدل اي احد يعني، ولكن المدرب يعمل عمل جيد يعني. العمل جيد سمو الأمير، ودائما يقاس في أرضية الملعب. يعني البصمة التي كنا نشاهدها في الهلال الموسمين الماضيين حتى الآن لا تشاهد. لا أدري إذا كنت توافقني أو لا. ما اقول عمل ممتاز، انا اقول عمل جيد، ولا كان قلت عمل ممتاز. يعني ليس كما كان الهلال العام الماضي قبل. لان الفريق فيه متغير 60% من العناصر، وفي توقفات كثير قاعده تحصل تخلي مستويات الفرق كلها متذبذبه. بالاضافه لانه احنا ارجع اقول انه المدرب معذور في حاجه، الفريق ما اجتمع معاه ابدا. اذا جو المنتخب الاول راحوا المنتخب الاولمبي، اذا جاء المنتخب الاولمبي راح المنتخب الاول. وكثره التوقفات هي تخلي اي فريق مستوى متذبذب، وعندك 60% من الفرق من عناصر الفريق متغيره، تحتاج الوقت للانسجام. انا متاكد من المجموعه هذه بالشباب اللي طالعين من الاولمبي. يعني شوف اليوم سالم الدوسري لاعب ما شاء الله ناشئ، يعني تو شباب يعني، ويدخل في التشكيله وفي مباراه ديربي ويلعب بثقه كبيره. انبسطت منه جدا في الهدف وبطريقه ادائه، وزعلت منه في الكره اللي بعدها لما كانت بتنقطع منه. يعني يحتاج خبره، اللعيبه هذول لازم نصبر عليهم ونعطيهم فرصه. انا متاكد انه الفريق هذا في ال4 سنين القادمه قادر انه يحقق طموحات كثير لجمهور الهلال ان شاء الله. ما حدث بين إيمان ودول من نتكلم في التفاصيل الفنية، هل سيكون منتهي بعد مباراة اليوم أم ربما أنه يتطور؟ الامر على فكره بسيط، بس لانه قبل مباراه ديربي اخذ اكبر من حجمه. ايمان انا قلت لاخوان الصحفيين تو لاعب كبير جدا، واحنا جبناه لانه لاعب من طينه الكبار وعنده الكثير ليقدمه. لو ايمان لعب بكامل امكانياته بكامل لياقته ولعب للفريق، انا متاكد انه بيكون لاعب من افضل اللعيبه الاجانب اللي مروا على تاريخ الدوري السعودي. ان لم يحدث ذلك، لكل حادث حديث في نهايه الامر. احنا عندنا تقييم في يناير لكل اللعيبه الاجانب، اذا في اي احد مثلا شفنا ما يؤدي المامول من السهل استبداده، لانه ممكن نلاقي له عروض. ايمان لاعب كبير جدا، وانا متاكد انه بيقدم كل اللي عنده في المباريات الجايه. واللي حصل يعني في نهايه الامر لا إيمانة ولا غيره ولا الرئيس ولا نائب الرئيس ما في أحد أكبر من الفريق. إحنا فريق واحد ووحدة. اللي بيلتزم بالقواعد وبينضبط له مكان في الفريق. اللي حيخل بهالمنظومة وروح الفريق ما له أي مكان، سواء من الرئيس الأصغر عامل في النادي. سؤالي ما قبل الأخير، كابتن سامي الجابر أيضا بعد مباراة الأنصار يرفض مسمى مدير الإداري ويقبل المدير الفني. والله عاد الاسم ما يفرق، ولكن سامي الجابر هو المدير الإداري، ولكن ابتدى يعني هو يعني يصيبه يعني وقع في غرامة تدريب بعد الشهادة اللي أخذها. نأمل أنه يأخذ الشهادة الثانية إن شاء الله. سامي الجابر رقم صعب وعندي كل الثقة فيه، ويعني من رموز الهلال سابقا وحاليا ومستقبلا، والعمل اللي يؤديه لا يمكن أنه أي أحد يتجاهله أو يقلل منه. سمو الأمير آخر سؤال، بعد ما تم الحديث عن التحكيم في الأيام الماضية، اليوم نشاهد الحكم خليل جلال على الأقل قدم مباراة طيبة. هل ستستمر مطالبتكم في المباريات القوية بالحكام الأجانب أم أن ستتغير وجهة النظر؟ أنا أتمنى أنه دائما تصريحاتي تؤخذ صوتا ولا تقرأ من الإعلام، لأنه الإعلام ما يعكس الطريقة اللي تكلمت فيها. ارجعوا لتصريحي مع بتال القوس في برنامج في المرمى، حينما أنا سئلت وأجبت. لم أتطوع وأقول أنه أنا على فكرة إحنا طلبنا حكم أجنبي من أسبوعين وما أثرنا الموضوع ولا قلنا. عندما وجه لنا سؤال هل طلبتوا حكم أجنبي، قلنا طلبنا مع أن النظام لا يسمح. يعني قالوا النظام لا يسمح، وقلت انه ما هي بمشكله. ارجع كلامي مع بتاله، ما قلت انه والله لازم حكم اجنبي والحكم السعودي، ما قلت انه امر عادي. يعني عموما طلبنا لاني انا ارى ولا زلت ارى انه مباريات الديربي ومباريات الكلاسيكو افضل ان يحكمها حكام اجانب. هذا كذا اللي قلته، ولكن قلت في نهايه الامر ارجعوا لكلامي، قلت ما في مشكله اذا في حكم سعودي. خليل جلال ادى مباراه جيده،
ولا يمنع اداء المباراه جيده اني لا زلت اطالب ان مباراه الكلاسيكو والديربي يحكمها حكم اجانب، هذه قناعتي. الله يعينك على الزحمه. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا صاحب اسم الملكي الامير عبد الرحمن بن مساعد رئيس مجلس اداره نادي الهلال.